أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أيام مراهقتي، البودكاست اللي بنرجع فيه شوية لورا ونفتش في دفاترنا القديمة ونفتكر حاجات من زمان، من أيام ما كنا لسه بنتعرف على نفسنا وعلى الدنيا حوالينا. في حاجات حصلت لينا وإحنا صغيرين وقتها ما كناش فاهمين هي إيه، وعدت وسكتنا، بس بتتحفر جوانا لحد ما بنكبر ونحس بوجعها وتأثر علينا. ومع الوقت بدأنا نفهم إن اللي حصل لنا ده كان تحرش جنسي. يلا نبدأ حكايتنا. مرة تحرش دي عمرها ما بتتنسي. أنا كنت صغيرة جدا، كنت لسه ما دخلتش أولى ابتدائي، يعني تقريبا كان عندي 5 سنين أو حاجة. بس فاكرة كويس قوي اللي حصل. وكانت ماما رايحة السوق وأنا كنت أصغر إخواتي، فهي ودتني عند جارتنا دي. هي ست كبيرة وجوزها كنا بنقول له يا جدو، وهو كان إمام جامع. وأنا فاكرة في اليوم ده لما اتحرش بيا قعدني على رجله كده، وكان في حاجة مش مريحة طبعا. فأنا كل ما انزل يفضل مقعدني وأنا مش عايزة أقعد، فما كنتش ببقى مبسوطة، كان بيبقى في حاجة كده خضاني، حاسة ان حاجة غريبة مش قادرة تعبري عنها يعني. ومش عارفة هو ده ايه. فأنا كنت بحب أروح أقعد عندهم